هنتكلم عن أمريكا وسعر الذهب اللي هو بيحرك معاكوا كل الأسعار في كل حتة. هتقولي احنا مالنا ومال أمريكا؟ هقولك أمريكا اللي بتحرك لك سعر الدولار، وأمريكا اللي بتحرك لك سعر الذهب لأن عندها أكبر مخزون من الذهب في العالم. أمريكا عندك بعض قياداتك عاملينها هي القدوة والمثل الأعلى، وإن احنا بقينا في عصر الرأسمالية ويجب أن نحتذي بها. أمريكا عندها مشاكل ضخمة جدا، وعندها ديون ضخمة جدا، ده اللي مخليها ترفع سعر الذهب بالأرقام اللي وصلت له بالطريقة المرعبة دي. وطبعا الصين بدأت تهددها، انت لو استمريتي بالشكل ده احنا هنطلع ذهب بنفس خامات الذهب الحقيقي، المعدن الحقيقي بالعكس، والجودة بتاعته وقدرته على التحمل بتصل ل 99.9. يعني في خناقة كده بين الصين وأمريكا على موضوع الذهب. لكن احنا بس نتكلم هنا في ما يخص بعض قياداتنا اللي شايفة أن الرأسمالية الأمريكية هي الحلم. أحب أقول لكم 25 ولاية أكدت إن هم كانوا بيطلعوا كوبونات لإطعام بعض مواطنيهم. قالت إحنا يا جماعة مش هنقدر، لأن خلاص ما بقاش عندنا فلوس نطلع أي كوبونات للإطعام. في طبعا إغلاق حكومي في أمريكا. الإغلاق الحكومي ده معناه إن إيه؟ الحكومة ما عندهاش فلوس تدفع مرتبات، فبتعطل بعض الوظائف في دفع هذه المرتبات، وبيترتب عليها إن بعض الخدمات بتتعطل. لكن في خدمات رئيسية كمان هتتعطل، منها أمن المطار اللي هو TSA، وده حاجة خطر، وهيخشوا على الناس كمان اللي يا إما مرتباتهم مش هيقبضوها يا إما هتبقى ناقصة، واللي هم المراقبين الجويين، ودي وظيفة خطر جدا إن يتم تعطيلها في أمريكا. الناس لما هيلاقوا نفسهم بياخدوا مرتب ناقص هيقدم على أجازات، وفي الحالة دي كل الأنشطة دي هتتعطل. فيعني الناس اللي شايفين ان الرأسمالية والحلم الامريكي هو اللي بيحقق المعادلات الصعبة واحنا لازم نقلدهم ونمشي وراهم، امريكا في حالة اغلاق حكومي، ما بتدفعش رواتب بعض الأنشطة اللي هي وقفت، اديتهم اجازة غير مدفوعة الاجر يقعدوا في بيوتهم وما فيش فلوس. لك كده الاغلاق وصل للعظم زي ما بيقولوا، وده كلام على لسان زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكان. علشان بس الناس اللي شايفين الحلم الامريكي هو اعظم حاجة يعني.